السلام عليكم. كيف الأحوال؟ أموركم مزيانة؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير بأفضل الأحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم معايا في قضية جديدة وفي قصة جديدة. وبلا ما نطول عليكم في المقدمة، يلا هبطوا حزام الأمان حيت غنمشيو نيشان لبن سليمان نشوفوا أحداث القضية ديال اليوم. خليكم معنا. القضية ديال اليوم غادي تمشي بينا لبن سليمان، وبالضبط المنطقة ديال سيدي بطاش سنة 2020. هناك غادي توقع وحدة من بين أبشع الجرائم في هذه المنطقة، جريمة اللي كان فيها بزاف ديال الغموض واللي خدات وقت كبير ديال التحقيق، خصوصا أن المتهم كان رجل سياسي. في المنطقة ديال سيدي بطاش كانت كتعيش واحد الأسرة على قد الحال، واللي متكونة من الأب واللي سميتو بوعمر الشيحي ومراته فاتحة الزاهي. هاد العائلة كانت كتخدم في الفلاحة بحكم أنها عايشة في واحد المنطقة اللي فلاحية، وحتى ولادهم كانوا كيخدموا في الفلاحة أيضا، وكان هذا هو المصدر ديال الرزق ديالهم. ولدهم الكبير واللي سميتو جمال الشيحي هو من مواليد 1991، كان هو الدرع اليمن كما كنقولوا الاب ديالو، وكان كيعاونو في الفلاحه حتى انه ولا هو اللي كيخدم في بلاصتو، خصوصا ملي كبر الاب ديالو في العمر ولا هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هاد العائله. جمال شويه بشويه بدا كيجمع الفلوس حتى قدر انه يدوز البيرمي ويشد الرخصه ديالو، ومن بعد غادي يشري واحد السياره بون اوكازيون وغادي يبدا يخدم بها ولا كيهز بها البلايص، يعني خطاف كيف ما كنقولوا. وكان كيوصل الجيران للسوق او اللي عنده شي غراض كيديه يقضيه بواحد المقابل مادي بطبيعه الحال. فالوضع المادي ديال جمال بدا كيتحسن شويه بشويه، وغادي يشري واحد التراكتور اللي غادي يعاونهم باش يخدموا الارض ديالهم، وغادي يولي الوضع ديالهم مزيان يعني حسن من الاول، وغادي يخدم معاه حتى خوتو في الفلاحه، وبقات الحياه غاديه والامور مزيانه حتى غادي يوصل عام 2020. هناك غادي توقع واحد الحادثه اللي غادي تقلب حياتهم 180 درجه. ففي الصيف ديال هاد السنة يعني 2020، وبالضبط في البداية ديال شهر 8 واللي كان كيصادف نهار الأربعاء، في هاد النهار غادي طيب الأم الكسكسو للغدا، وكان جمال ما كيبغيش الكسكسو. فملي لقى الأم ديالو دايره الغدا قال بلي ما فيه ما ياكل، وقال بلي غادي يخرج شوية يدور بيد ما يسالي وتوجد ليه شي حاجة أخرى ياكلها للغدا. جمال كان مولف يخرج يرتاح في واحد البلاصة وهي واحد المزرعة قريبة ليهم، فهناك كان مولف كيجلس باش يرتاح من الخدمة. الام اللي كملوا الماكله غادي تخرج باش تعيط على جمال باش توجد ليه شي حاجه للغدا، ولكن ما لقاتوش في هذيك البلاصه فاش مولف يجلس. بدات كتقلب في البلايص اللي حداه، ربما يكون بدل البلاصه ولكن بلا حتى شي اثار. رجعت للدار وهي ما عرفاش جمال فين مشى، وخصوصا انه كان لابس غير الصنداله ديالو ديال الدار، يعني ما غيكونش مشى لشي بلاصه بعيده، يعني ربما يكون مشى لشي بلاصه هنا وغادي يرجع من بعد. دازت ساعه وجوج سوايع وثلاثه ديال السوايع والليل وصل وجمال مازال ما بانش ليه الاثار. فالام غادي تبدا تحس باحساس خايب وباللي ولدها يمكن وقعت ليه شي حاجه خايبه، فبداو كيقلبوا الليل كامل وكيسولوا العائله والجيران واي واحد يقدر يكون شافو، ولكن والو، السيد غبر ليه الاثار. صباح الصباح ومشاو يديروا بلاغ في المركز ديال الدرك الملكي على الاختفاء ديال ولدهم. بسرعه الدرك الملكي غادي يمشي ويدير بحث، ولكن والو، السيد تبخر وقالوا ربما يكون سافر لشي بلاصه بلا ما يقولها العائله ديالو. ولكن الام ديالو كانت كتاكد بانه مستحيل يبعد على المنطقه بلا ما يقولها ليها، وهو اصلا كان لابس غير الصنداله ديالو اللي كيلبس في الدار، فاذا كان غادي يمشي لشي بلاصه بعيده اكيد غادي يلبس الصباط ديالو. فالمهم بقى البحث متواصل النهار الاول والثاني حتى غادي يوصل نهار السبت. غادي يرجع نائب الرئيس ديال الجماعه ديال سيدي بطاش، رجع للمزرعه ديالو اللي كانت قريبه للدار ديال جمال. هاد السيد هذا واللي سميتو محمد دخيلي وهو من مواليد 1960، رجع كما قلنا للمزرعه وكان كيجي مره في السيمانه باش يطلع عليها، يعني هو ما كانش ساكن فيها، كان كيجي مره يعني مره في السيمانه. ملي دخل المزرعه كيتفاجئ بالجثه ديال جمال معلقه في واحد الاسطبل مهجور هناك. بسرعه غادي يعيط للدرك الملكي وغادي يخبرهم بهذا الامر. غادي يجي الدرك الملكي والعائله ديال جمال وايضا الجيران اللي جاو تصدموا بهذا المشهد الصعيب. فجمال كان معلق في السقف وكان ملفوف على عنقه واحد السلك، وكان تحت منه واحد البوطه اللي ربما كان واقف عليها باش يعلق راسو. والمعطيات الاوليه كتبين باللي جمال انتحر، وجميع الدلائل كتبين هذا الشيء. كانوا اول وحدين يلقاو الجثه هما محمد دخيلي والابن ديالو والحارس اللي سميتو احمد البوعزاوي، واللي اتصل بالدارك في ديك اللحظه. الام غادي توجه اتهام مباشر للسيد محمد دخيلي بانه هو اللي قتل الولد ديالها وماشي قضيه انتحار كما كيقولوا، وخصوصا انه كان صراع قديم بين الاب ديال جمال ومول الضيعه اللي هو محمد دخيلي، حيت هذا السيد خدا واحد الارض منهم، ومن ديك الساعه بدات المشاكل بيناتهم والنزاعات. في حين ان محمد دخيلي قال باللي جمال انتحر، خصوصا انه كيعاني من اضطرابات نفسيه.
ولكن الام نفات هذا الشيء كامل وقالت بلي ولدها كان طبيعي ومتحمل المسؤوليه ديال عائلته. فكيفاش يعني ولد عنده مشاكل نفسيه وشاد البيرمي وخدامه لا اله الا قدها. المهم غادي يصيفطوا لجوج التشريح الطبي باش يعرفوا الحقيقه كامله. التقرير ديال الطب الشرعي غادي ينفي الفكره ديال الانتحار وغادي يبين بلي جمال ما ماتش منتحر ولكن تعرض للتعذيب وكان مكسور من يديه ومن رجليه. فكيفاش ولد رجليه مكسوره ويديه مكسوره قدر يطلع فوق البوطه وينتحر؟ الجثه كان فيها بزاف ديال الاثار ديال الضرب وكان الضربه اللي كانت خطيره في جنبه واللي سبات ليه نزيف داخلي. فمن بعد هذا التقرير غادي يتغير المسار ديال هذه القضيه من عمليه انتحار لجريمه ديال القتل وغادي يبدا التحقيق في القضيه. غادي يستعين الدرك بالكلاب البوليسيه باش يديروا مسح المنطقه فين وقعت الجريمه. وفعلا من بعد مده غادي نكتشفوا واحد الحفره واللي كانت بجانب الضيعه اللي كانت مردومه. ملي غادي يحفروها غادي نكتشفوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي تقلب المسار ديال هاد القضيه. لقاو سروال وتريكو عامرين دمايات واللي كانت ديال جمال، وايضا لقاو واحد القصديره واللي ممكن تكون هي باش ارتكبوا الجريمه، وايضا لقاو قفازات وواحد السلسله. هاد الاكتشافات هادي غادي تخلي الاتهام كامل يتوجه مباشره لمحمد دخيلي والابن ديالو والحارس. محمد نفى انه تكون عنده علاقه بالجريمه وقال بلي هو رجل سياسي وعنده بزاف ديال الاعداء والمنافسين ربما عندهم يد في هذه القضيه باش يضربوا السمعه ديالو، وخصوصا انه موجه الانتخابات قريبا وهذه ربما طريقه باش يصيفطوه للحبس. الكاميرات المراقبه اللي كانت في الضيعه كتبين بلي شي شخص غادي تسلق السور ديال الضيعه ودخل ولكن ما خرجش مره اخرى. وايضا العائله ديال جمال قالت نفس الشيء وهي ان ولدها دخل الضيعه وما خرجش منها. وايضا تفكروا واحد القضيه اللي وقعت نهار الاربعاء وهي شاف واحد لومبيلونس اللي دخلت للضيعه وخرجت بلا ما يعرفوا شنو السبب. وايضا السيد محمد دخيلي جا في نفس النهار ديال الاربعاء بالطوموبيل ديالو بالرغم انه نفى هذا الشيء كامل. فهاد الادعاءات او التصريحات ديال العائله ديال الضحيه والعائله ديال المتهم واللي كانت مخالفه خلات المهمه ديال التحقيق تكون صعيبه بزاف. فالعائله ديال الدخيلي نفاو علاقتهم بالجريمه في حين كانت العائله ديال جمال متشبته بالحق ديال ولدها وكانت متاكده 100% انه هو اللي قتل ولدها بالرغم انه كانت عنده نفوذ وقدر يخرج منها بحال الشعره من العجين. اخيرا غادي تصدر حكم اللي دار المتهمين بثلاثه وبالرغم انه ما كاين حتى شي ادله اللي ماديه بحال البصمات او الحمض النووي تمات